معانا ام كريم، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذ دعاء؟ الحمد لله حبيبتي. الحمد لله. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي يا فندم. لو سمحت، انا متجوزة بقالي 11 سنة، وكان حاصل دايما خلافات في بيت العيلة وكده، واهل زوجي يعني غلطوا فيا كتير وكده. فقعدت يعني متجنباهم كتير كام سنة كده. فيجي بقى دلوقتي يعني يقول لي، يعني حصل مشكلة كذا مرة ورجعنا اتكلمنا، ورجعت حصلت برضو تاني مشاكل ورجعنا اتكلمنا. فحصل آخر مرة بقى مشاكل، فأنا إيه مش بكلمهم وكده. عايزني أكلمهم يعني، وهم بصراحة أذوني نفسيا جدا وأعصابي باظت، وحتى بقيت أطلع يعني عصبيتي ونرفزتي على الأولاد وكده. بص يا ام فأنا كريم. ام كريم، هم قاعدين معاكي في نفس البيت؟ في بيت عيلة. طيب، هو ممكن نقول الاقتصار على السلام فقط، يعني بلاش الاختلاط الزائد؟ هل ده ممكن آه، مسموح؟ فعلا بدأت بعمل كده، بس خلاص مجرد ما تقولي سام بقى في كلام وقلنا وقالوا وقالت وعادت وسوت، وبصراحة طيب، يعني لو أنا انت اتأذيت لو انت نفسيا. بالصوره بالطريقه اللي انت بتقولي دي بيها، يبقى اه. الاصل لو هقول سلام عليكم، السلام هيجيب لي اذى، وانت متاكده العهد عليك انت مش عليا أيوه. انا. لو أيوه. السلام ده هيجيب لي اذى، فسد الباب تماما. سد و- الباب، ولا تقولي وال- سلام ولا كلام. والأذى النفسي يا شيخ، يعني هم أذوني نفسيا جدا يعني بحس إن هم عايشين حياتهم ما هو ومبسوطين الاذى ما هو والدنيا ماشية الاذى ما معاهم انا تمام. ممكن اذيك معنويا اكتر من حسيا. يعني أيوه. الاذى المعنوي ده ممكن يكون اشد من الاذى الحسي. فالعهد مظبوط عليك انت. فعلا. ان انا بقول لك، لو قدرت اللي يكون الاقتصار على السلام عليكم، اخبار كويسين، تمام الحمد لله، خلاص كل واحد في حاله، وانا في مم. شقتي وهم في شقته، يبقى ده الاولى. أيوه. لا، ده انا تمام. حتى لما بقول لهم سلام عليكم بيعملوا لي مشاكل وبيجيبوا لي اذى وما الى ذلك، يبقى اعمل ايه؟ خلاص، دفع الاذى، دفع الضر. طب دفع الضر باجتنابهم، حتى بعدم القاء السلام، حتى بعدم القاء السلام.